في قصة كده، يعني عايزين نقف عندها شوية النهاردة على التواصل الاجتماعي وعلى الحاجات كلها. من امبارح أذاعت قناة الجزيرة تقرير عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. شركة نقل إسرائيلية مكلفة بحماية قناة السويس. شركة نقل إسرائيلية مكلفة بحماية قناة السويس، وبينت المنظمة أن للشركة بعد ما قالت إنها أصحابها إسرائيليين وكانوا قوات في الجيش الإسرائيلي وبتاع، بينت المنظمة أن الشركة 5 مكاتب معلنة في فلسطين ومش عارف فين وفين وفين وفي مصر في قناة السويس، وعدة نقاط في البحر الأحمر. دي المنظمة اللي الجزيرة نقلت عنها تقريرها. طيب نشوف إيه المنظمة دي. اولا حاولنا ندور على موقع الشركه، كان موجود واختفى. النهارده اختفى موقع الشركه. ايه المنظمه دي عملت ايه؟ المنظمه العربيه لحقوق الانسان في بريطانيا على المجتمع الدولي، دي شغلها بقى في الفتره اللي فاتت، على المجتمع الدولي التحرك لمنع حدوث مجازر جديده في مصر غدا الجمعه، على الجنود والضباط رفض تنفيذ اوامر اطلاق النار على المتظاهرين. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مراسلون بلا حدود، حرية الصحافة في مصر تشهد ردة من الانقلابيين. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ده شغلها الأخير. مجزرة جديدة يرتكبها قادة الانقلاب في ذكرى 6 أكتوبر. حصار كرداسة وحشية في مواجهة المواطنين. هذه اللي عاملاه المنظمة. المنظمة دي تبع الإخوان، يعني المنظمة تبع الإخوان والقناة تبع الإخوان، وطلعوا الخبر. طبعا خبر لا يمكن يخش على حد، قناة السويس. واتكلموا عن مضيق طيران، ومضيق طيران دوت قالوا فيه انه الشركة انها من بين الشركات القلائل المسموح للحراس فيها النزول على أراضي جزيرة طيران الخاضعة للإدارة المصرية بكامل أسلحتهم. شوف الكذب. الجزيرة دي أسندت لعهدة مصر لتنفيذ بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. البنود بتنص على إيه؟ على وجوب وضع قوة للمراقبة تسيطر عليه قوات المراقبة متعددة الجنسيات للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الواردة في اتفاقية السلام بينهم المتعلقة بفتح خليج طيران. يعني في قوات أجنبية، قوات دولية موجودة. يعني وبعدين قناة السويس دي أنت لما تيجي تخشها، السفينة لما بتخش بيركب قبطان مصري يسوق في الممر، يرشد الممر الملاحي للقيادات. لو أنت بتجيب شركة خاصة للسلاح بتاعك تحمي سفينتك بره المياه الإقليمية بتاعتنا في المياه الدولية. احنا معانا على كل حال يقول لنا معلومات دقيقة، لأن الدولة كذبت الكلام دوت. سيادة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس. سيادة الفريق مساء الخير. اهلا يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم، شرفتنا يا فندم. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. احنا مضطرين نرد على الكلام الفاضي اللي بيتقال ده، معلش. ده يعني انا عارف ان هو كلام فاضي، بس والله شر البلية ما يضحك فعلا. صحيح. انا رديت الصبح طبعا، يعني حاجه لا يتخيلها عقل ولا عقل بشري يتخيل الكلام اللي بيتقال ده. الحمد لله احنا قناه السويس بتؤمن بمعرفه القوات المسلحه المصريه الباسله. انا عارف ان في 7 جهات عسكريه برا وبحرا وجوا، قوات الجيش الثاني، قوات الجيش الثالث الميداني، قوات الجويه، قوات البحريه، قوات حرس الحدود، فوق تامين المجرى الملاحي، قوات الامن الداخلي. هيئه قناه السويس والعاملين بيها، احنا بنعمل 24 ساعه تامين 24 ساعه، والحمد لله ناجحين في كده تماما. اكبر معدلات مرور سفن في ال4 اشهر الاخرانيين في تاريخ قناه السويس. ده دليل على ثقه التوكيلات والشركات الملاحيه في اجراءات تامين القناه. قواتنا المسلحه المصريه دول وحوش بيعملوا في سيناء وبيعملوا في الشارع وبيأمنوا القناه. عيب ان يتقال كلام زي ده، ان او يثير البلبله في قدره القوات المسلحه على تامين قناه السويس. لا، ده احنا مؤمنين طبعا بنسبه رائعه. انا عايز اقول حاجه، وعلى فكره ده يا سياده الفريق من ساعه ما خدنا قناه السويس، من ساعه ما حصل التاميم واحنا اللي بنأمن قناه السويس، احنا اللي بنديرها. انا عندي 25,000 موظف ومش واحد اجنبي،
كلهم مصريين وابناء مصر وابناء هذا الشعب المصري الاصيل، وناجحين بندرها وبنحميها في نفس الوقت، بنحمي الممر الملاحي. ناجحين تماما في الاداره والحمايه والتامين، ويشهد العالم كده تماما. تمام. قناه السويس ده تراث وتاريخ مصر. قناه السويس منذ احداث ثوره 25 يناير مجيده حتى الان لم تتوقف ولو لحظه واحده. يعني يا سياده الفريق، الحكايه دي ملهاش اي اصل خالص، الشركه ديت والكلام. انا ما اعرفش مين الشركه دي، انا رئيس هيئه قناه السويس وانا المسؤول الاول عن هيئه قناه السويس. هذا الكلام ليس له اساس من الصحه ولا له اي خلفيه ولا يخطر على بال بشر ولا بال مصري اصلا. طب ايه حشر بقى جزيره تيران هنا في الموضوع يا سياده الفريق؟ جزيره ايه؟ جزيره تيران. جزيره تيران؟ هم بيقولوا ان الشركه دي بتنزل اسلحه على جزيره تيران. لا 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 لا، ده ما لناش علاقه خالص. اولا احنا اللي عمليه تامين المراكب، احنا لا نسمح ان اي حد يخش مياهنا الاقليميه او قناه السويس او يعبر قناه السويس وعليه اسلحه. دي سفن تجاريه ليس لها صفه عسكريه. اي تمام. فليس لهم حق ان هم يحملوا السلاح. انا معلوماتي سياده الفريق ان انتوا بتاخدوا منهم السلاح وتدوا لهم وهم ماشيين. بنستلم السلاح في مدخل القناه وبيستلموه في السويس بعد ما يخرجوا. يعني ما يمشوش في الممر باسلحه خالص؟ لا، ما يمشوش في الممر باسلحه. ازاي يمشي في الممر بالاسلحه؟ مهما كانت السفينه. ده اختراق للسياده المصريه. مهما كان العالم اللي رفعه السفينه. لما يكون مين؟ محدش يقدر يمشي بيستخدم سلاح في المجرى الملاحي. احنا اللي بنأمن، محدش بيأمن تاني. احنا اللي مسؤول عن تأمين المجرى. انا بيمر عندي كل دول العالم وبأمنهم كلهم ولا أفرق بين دولة وأخرى وبين علم وآخر. تمام تمام. دول أمانة في رقبتنا أثناء المرور، وإحنا خير من يحمل هذه الأمانة المصريين. فالكلام ده ليس له أساس بالصحة. كويس. والخبر ده أنا كذبته، وكذبته في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ولن يتم إطلاقا مثل هذا الإجراء، ولا نتعاقد مع شركة إسرائيلية عشان تأمن لنا المجرى الملاحي. عيب قوي، عيب قوي. احنا عندنا وحوش في القوات المسلحه المصريه وقوات الامن بيأمنوا المجرى الملاحي. انا بشكرهم وبشكر العاملين في الهيئه على الجهد اللي بيعملوه، وليلا نهارا ال 24 ساعه شغالين. صحيح. انا بشكرك سياده الفريق، بشكرك سياده الفريق، واتمنى يجمعنا لقاء قريبا ان شاء الله نتكلم عن قناه السويس، لان الكلام عنها لا يتوقف.